نتنياهو يهدد ايش؟ انه يجيب مكان عبد الملك البوتي الحوثي ويمسحه ويستهدفه زي ما استهدف زميره وهنيه تابع لايران ما ليش علاقه بغزه وغيرهم، فؤاد شكر، هاشم صفاء الدين وغيرهم. اعملها يا نتنياهو، اعملها وراح تدخل التاريخ من اوسع ابوابه. اقسم بالله العظيم لا يكون لك احترام داخل اليمن كلها. صنعاء البوتي لابس قمع لانهم متحكمين ب10% من الاراضي اليمنيه، وابناء صنعاء يتمنون هذه اللحظه. والله يا نتنياهو لو عملها نتنياهو لا نعلق صورك داخل صنعاء، والله والله والله، ونفتتح السفاره الاسرائيليه، والله لا نفتتحها، ونمسح السفاره الايرانيه. قسما بالله لو يجي الشيطان، مش الشيطان، ويساعدنا ويستهدف عبد الملك البوتي وقف معانا، ما عندنا خلاف والله، لانه ما بيجي معك حل ثاني، ما بيش الا هو اللي بيمسح والد والدينا. من كان يتوقع عن اسرائيل تدخل تمسح والد والدينا في صنعاء، والسبب عبد الملك البوتي. هل اضر الكيان؟ حفره، اعمل حفره، الاصاب نمللها، مع ان الكيان مسح المطارات، المنشآت، مسح كل شيء. اذا نعملها يا نتنياهو، والله يا نتنياهو لو تستهدف عبد الملك البوتي وعندكم الامكانيات وراح تحددون موقعه، راح نرفع صورك داخل صنعاء، والله والعلم، والله اذا تم استهدافه عن طريقه. والله جاء من يدلك يا عبد الملك البوتي، جاء من يهينك، جاء من يمسح بوالد والديك بغيرنا، هرمنا، تعبنا من الميليشيات هذا، والله تعبنا. ايوه الشرعيه ما قد تحركتش، وهذا الجو الاسناد. استهدفوهم لا يبقى واحد. استهدف يا نتنياهو، استهدفه، واحنا ابناء صنعاء بعد الاستهداف نرفع علم اسرائيل، والله لا ونرفع على السفاره، والله ورب الكعبه. واحنا الشرعيه، واحنا الشعب، لا مكان للمحتل الايراني ولا مكان للفكر الاخوانجي، وراح نتعايش و3 مليون يهودي في اسرائيل يمنيين، وبيرجعوا يستثمروا بلادهم ويرجعوا اسرائيل ويرجعوا، ما عندنا خلاف، نتعايش. جعلناكم قبائل وشعوب تعرفوا، وقاتلوا من خارجكم من دياركم. هذا قدها لعبد الملك البوتي. لا مكان لك يا وقت. تحية، امسح بوالد والديهم يا نتنياهو، بغرنا من هذا الميليشيات، امسح والد والديهم، وتحية لك، امسحوهم والله العظيم يا نتنياهو، ولا نفتح السفارة الإسرائيلية والله في صنعاء، ونعيش قسما بالله العظيم. الرجل جزمة نتنياهو أشرف من الشعب والأخوانج، بغض النظر حماس ذريعة، حماس طالعة وبدنا نحل الدولتين في قطاع غزة. أنا قدسي صنعاء.